السلام عليكم الأصدقاء ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدا ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب لاشين يوتيوب باش يوصل الفيديو لأكبر عدد الناس ويستافدوا من هاد النصائح المهمة. اليوم غادي نهضروا معكم على موضوع كيهم بزاف ديال الناس، كيفاش نقص الحبوب من وجهك بطريقة طبيعية وبخطوات بسيطة. اول حاجه، علاش كطلع الحبوب؟ قبل ما نبداو في الحلول خصنا نعرفوا علاش كطلع الحبوب اصلا. الحبوب كطلع بسبب تراكم الزيوت والاوساخ في المسام ديال البشره، او بسبب التغيرات الهرمونيه اللي كتوقع في الجسم ديالنا، بحال في سن المراهقه او حتى الضغط النفسي والتوتر. حتى التغذيه الخاطئه وقله النظافه كتزيد شي بركه. بمعنى اخر، الحبوب هي علامه ان البشره كتعب وكتحاول تنقي راسها براسها. ثاني حاجه، تغيير العقليه ديالك. الشيء الاول اللي خصك تعرف هو ان العقليه مهمه بزاف. ماشي غير غادي تهتم بالبشرة ديالك من الخارج، ولكن خصك تكون متفائل وصبور. الحبوب ما كتمشيش بين الليلة ونهار، ولكن بالصبر والمتابعة غادي تبان النتيجة. حاول ما تضغطش على الحبوب حيت هادشي كيزيد الالتهاب وكيخليها تبقى مدة طويلة. ثالث حاجة واللي مهمة بزاف، الروتين اليومي. الروتين اليومي مهم بزاف وخاص يكون بسيط ومتوازن. مثلا كل صباح غسل الوجه ديالك بماء دافي وصابون مناسب للبشرة ديالك، وانا خصيصا كنصحك بصابون حليب الاتام. من بعد استعمل مرطب خفيف وما يكونش كيسد المسام. ولكن كنتي باغي تخرج في الشمس كنصحك دير شي كاسكيطه الا ما كانش عندك شي مرطب واقي من الشمس. وفي الليل قبل ما تنعس نظف الوجه ديالك مزيان من كاع الاوساخ. رابع حاجه، الماء والمغذيات الطبيعيه. الماء هو سر البشرة الصحية. خاصك تشرب على الأقل 8 د الكيسان د الماء في اليوم باش الوجه ديالك يبقى مرطب ويتنقى من الداخل، أي تقريبا 2 لتر ونص حتى ل 3 لتر د الماء. بالنسبة للمغذيات، كاينين بعض الأكلات اللي كتعاون بزاف على تهدئة الحبوب وتنقي البشرة ديالك. أول حاجة، البطاطا حلوة، فيها فيتامين أ اللي كيعاون في تجديد خلايا البشرة وتقويتها. عصير الليمون خصك تشربه حيت فيه فيتامين سي ومضادات الأكسدة اللي كتعاون على تحسين البشرة من الداخل. التفاح كذلك مفيد بزاف، فيه فيتامينات ومعادن كتنقي البشرة. وزيد عليها حاجة طبيعية للاستعمال الخارجي، زيت شجرة الشاي معروف بالخصائص ديالو مضادة للبكتيريا وكيعاون يهدئ الحبوب ويقلل الالتهاب. يمكن لك دير نقطة صغيرة منه مخلوطة مع شوية د الماء وديرها بحذر على الحبوب. هادو بعض النصائح اللي يقدروا يعاونوك تنقص الحبوب وتخلي وجهك صحي ونقي. في الأخير ما تنساش الصبر والمواظبة على هذا الروتين، وديما خلي العقلية ديالك إيجابية. إلا كان عندكم شي سؤال أو تجربة اشتركوها معايا في التعليقات. كان معكم مايند بلو. تهلاو.